السلام عليكم. خلونا نتكلم لو حصل صدام ما بين الجيش المصري وما بين اسرائيل ايه اللي هيحصل. اول حاجة خلونا نتكلم عن الجيش الاسرائيلي في تجربته اللي فاتت من دخوله لغزة، من بدأوا العمليات في غزة وقعد فيها سنة، وبعد كده دخل على الجيش حزب الله في لبنان، وبعد كده اخر خطواته اللي هي بتاعت سوريا. فده هيفهمك يعني ايه اسرائيل الفترة ديت. يعني احنا قاعدين بندرس اسرائيل، دخلنا دلوقتي على اكتر من يعتبر سنة ونص بنتفرج عليه، واحنا قاعدين مستريحين عمالين نعمل تدريباتنا، لياقتنا، الطيران بتاعنا، الرافال بتاعتنا، المسترال بتاعتنا، قاعدين مزاجنا حلو. هو ضاغط علينا اقتصاديا اي نعم، لان ده الكارت اللي هو بيملكه مش على مصر بس، هو بيملكه على ايران، بيملكه على روسيا، بيملكه على الصين، بيملكه على تركيا. والازمه لما ترامب رفع عقوبات على تركيا وقع الاقتصاد التركي، فاشتغل الاقتصاد دوت على الدول كتيره من ضمنها مصر. هو اشتغل اقتصاديا على مصر. ولكن خلينا نشوف اولا كده، اول نقطه خلينا نتكلم عن الحدث بتاع ان الناس دي بتضغط علينا بالاقتصاد او بالدولار، احنا ممكن نعمل ايه؟ وده اجابته سريعه هتكون البريكس. فده اختصارا شديد جدا للحدث يعني. ولكن تعالى خلينا نرجع تاني لحديثنا. ماذا لو حدث صدام ما بين مصر واسرائيل؟ في الوقت الحالي اسرائيل احنا اتفرجنا عليها وهي داخله غزه، انتهكت كل مواثيق حقوق الانسان، دمرت البنيه التحتيه بتاعت المدنيين، ضربت الاطفال، كانت ايديها تقيله قوي على العزل، ما كانتش في مواجهه مباشره مع الجيوش النظامية، او حتى كانت على حماس ان هي ممكن تعمل حاجة على حماس، ما عملتش كل الكلام ده. الناس دي اشتغلت من كتر ما هي مش لاقية تعمل نتائج على الارض، كان بيضرب في اي حد من الاطفال، من الستات، من الشيوخ، اي من كان بيعمل كده. فلحد النهاردة هو ما زال في شمال غزة مش في جنوب غزة، ما زال غارز. يعني ايه في شمال غزة مش في جنوب غزة؟ شمال غزة هو محاصره تماما من الاكل، من الشرب، من اي حاجات من حاجات الحياة، وما زال مش قادر يطلع بنتائج ان هو عايزها، وهي الرهائن. هو عايز يطلع بالرهائن من شمال غزة او يطلع بالرهائن من غزة عموما، ومش قادر يطلع برهينة واحدة حتى الان. ففي شمال غزة هو كل يوم بيموت له 2-3 ضرب، مفيش شتيمة. اي نعم انت سويت غزة بالكامل، ولكن الفرق دوت يبان لك ان غزة اصلا لا تملك طيران، لا تملك دفاع مدني، لا تملك دفاع جوي، لا تملك اي مقومات المواجهة. هي تملك المواجهة ان هو يبقى من تحت الارض يطلع يخبط خبطته ويرجع تاني، وديت في عرف المقاومة ده نجاح. انا كده مش خسران، ما انا كده اصلا مش عندي حاجة. فدي الحرب اللي في غزة. تعال بقى للحرب الكاشفة، وما زال بيتحارب مع ميليشيات، يعني ولا دفاع جوي ولا طيران ولا اي حاجة خالص. هو ما زال ما بيحاربش جيوش نظامية، وعنده المشاكل دي كلها. ما قدرش يدخل لبنان بالمخطط اللي هو كان بيقوله ورا نهر الليطاني، ما عملش كده، ما وصلش للنقطة دي. هو وصل ليه حضرتك؟ وصل للنقطة بتاعت انه طب ما نعمل اتفاق ونوقف اطلاق النار، لان على ارض الواقع بيتفضح. على ارض الواقع مش حقيقي، مش قوي. ليه؟ لانه اغلب الجنود بتاعته، خلينا واضحين مع بعض، اغلب الجنود بتاعته هم من العيال اللي هم بتوعت الالوان، على واضح كده. قعدة الرفاهية وقعدة الكنتاكي، ويطلب الأكل من التليفونات ويعمل ويسوي الشغل ده، وقع مستوى المقاتل. المقاتل ده شخص بيبقى قوي، بيبقى قادر يتعامل مع أي حاجة.
انما من الواضح جدا ان المقاتل في اسرائيل هو مقاتل زي ما بيقولوا كده على قده خالص بالواضح بقى. فده يخليني ادخل على المرحله الثالثه وهي سوريا. بس هو دخل خد في سوريا جبل الشيخ، ودخل خد القنيطرة، وخد ريف درعا، عمل شغل يعني. هو ما واجهش حد، هو في الحقيقة دخل أرض كل اللي على الأرض مفيش مقاومة. انت بتقاوم كلاشنكوف، هيعمل ايه يعني كلاشنكوف وسط الزحف اللي جاي له من ناس ومدنيين في الاخر، يعني كلاشنكوف ومدنيين من دبابات ومن طيارات، وهتتكلم هتقول ايه. فده يخليني ارجع لنقطة ان هو عايز يهجر وياخد الرهاين بتاعته من غزة، يهجر القطاع وياخد الرهاين. هو كده نجح، لن يستطيع. ادي الجمل وادي النخلة باختصار. ادي الجمل عايز تهجر، ادي الجمل وادي النخلة، طلع لي الجمل على النخلة باختصار. انما قصة انك انت مش قادر تعمل حاجة فبتساعد، المساعدات بتكون من الاخوان المسلمين جوه مصر عشان انت تنزل فيديو فيلم ان هيدخل الدبابة رفح وهيبدأ الاخوان في مصر ينتفضوا وتحصل سعادة ما بين المساجين. هو في حد بيفرح ان المسجون يبقى فرحان؟ انا لو مخطئ في شخص والشخص ده بلغ عني وقال القاضي ان انا ادخل السجن، يبقى انا بتعاقب. هل انا هكون انسان سوي وفي حد بيخرجني من السجن واتفرج على خروج المساجين من السجن؟ هل في هنا عقلية سوية ان ده نجاح؟ الفيلم بيقول لك كده، الفيلم بتاعهم وخيالهم. فالناس ديت بقت مريضة، عندهم مشكلة ان في حاجة اسمها مصر. فالمواجهة العسكرية ما بين مصر وما بين اسرائيل هي مواجهة شبه مستحيلة من الجانب الاسرائيلي، هتدفن في سيناء. مفيش هزار. بفضل الله سبحانه وتعالى مفيش هزار. فنرجع تاني بسرعة للنقطة المهمة جدا، وهي المواجهة العسكرية ما بين مصر وما بين اسرائيل هي مواجهة خاسرة من الجانب الاسرائيلي، خاصة من الواضح جدا ان ترامب اللي جاي في مؤامرات عليه داخلية، وده هيكون لها فيديو تاني هنتكلم فيه. في مؤامرات داخلية هتكون موجودة ضد ترامب. الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي مش هيسكت عن اللي بيحصل او ترامب عايزه. ترامب داخل بيتحدى في اوروبا، في كندا، وبالمره راح جايب سيره اسرائيل، وبالمره راح جايب شرق الشرق الاوسط. الراجل ده واخد هرمونات غريبه، في حاجه مش طبيعيه في دماغه، وهنتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله. ربنا يحفظ مصر.